بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان المتابعين، أخوات المتابعات، قناة مقدم الغربة تقدم لكم فيديو جديد ضمن سلسلة حديثها عن سلالة الأغنام بالمغرب. موضوع حلقة هذا الفيديو هو الحديث عن سلالة الأغنام المستوردة بالمغرب، ويتعلق الأمر هنا بسلالة أغنام المارينوس، أغنام الإيل دو فرانس، وأغنام اللاكون. بالنسبة لسلالة أغنام المارينوس، هي سلالة أغنام من النوع الرفيع، باهظة الثمن، فقد يصل ثمن الواحدة من بين 3000 إلى 5000 درهم من الرأس. تلد من 1 إلى 3 خرفان لكل أم. سلالة معروفة بجودة صوفها الأبيض النفيس، تتكيف مع الظروف المحيطة، تتغذى بشكل جيد. هذه السلالة انتشرت في العديد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى أمريكا وأستراليا. نجد المارينوس الإسباني، المارينوس الفرنسي، والمارينوس الألماني، والمارينوس الروسي، ويبقى المارينوس الأسترالي هو أفضلها وأحسنها على الإطلاق. غنم المارينوس تزن ما بين 40 كيلو و 60 كيلو عند الإناث، وما بين 60 كيلو و 80 كيلو عند الذكور. نسبة الخصوبة تصل إلى 80%، منتجة للصوف. وبعد خضوعها لتحسين النسل وتحسين ظروف تربيتها، تحولت إلى إنتاج اللحم ووصلت إلى وزن 125 كيلو. توجد هذه النوع من الأغنام في منطقة الزمور، نواحي جديدة، وفي منطقة زعير والرماني، وكذلك في منطقة الغرب. السلالة الثانية هي سلالة الإيل دو فرانس، سلالة فرنسية ظهرت في نهاية القرن 19 في منطقة الإيل دو فرانس، منتجة الألبان بشكل جيد. أن شكلها أنها ولودة، متكيفة إلى حد كبير مع ظروف التربية، قادرة على إنتاج اللحوم والصوف. تنمو أكباش ونعاج الإيل دو فرانس بسرعة، فحجمها مثير للإعجاب. يتراوح متوسط وزن الأكباش بين 100 كيلو و 110 كيلو، وتزن النعاج في المتوسط بين 65 كيلو و 70 كيلو. أما الصغار فيبلغ وزنها عند الولادة في حدود 2 إلى 4 كيلو للخروف الواحد. خلال مدة 4 أشهر من تسمين الصغار، يصل وزن الخروف الواحد بين 17 كيلو و 20 كيلو. خصوبة جيدة تصل إلى 100% من النعاج. إنتاجية عالية وممتازة في الحصول على لحوم عالية الجودة. تنتمي إيل دو فرانس إلى نوع السلالات العالية الإنتاجية من الصوف. النوع الثالث وهو سلالة اللاكون، سلالة منتجة للحليب. فقد نرى سلالة أبقار وماعز منتجة للحليب، لكن نادرا ما نرى سلالات أغنام منتجة للحليب. فسلالة أغنام اللاكون هي واحد من أشهر السلالات المنتجة للحليب عالميا، وهي سلالة فرنسية مهجنة بين مجموعة من السلالات الفرنسية. الهدف الأول من تربية هذه السلالة هو إنتاج حليب الذي تجاوز 263 لتر خلال 167 يوم، بمعدل لتر ونصف للنعجة الواحدة يوميا وخلال 5 أشهر ونصف. بالإضافة إلى قابلية للتربية في الحضار، فإنها تتأقلم مع المناطق التي ترعى بها. تتميز بلونها الأبيض على مستوى الرأس والصوف، وأذنين طويلتين، وغياب القرون سواء عند النعاج أو العجول. تشبه إلى حد ما سلالة الدمان في هذه الخاصية، وقد تم تهجينها مع سلالة الدم في منطقة الجنوب الشرقي المغربي، كما تم تهجين سلالة الإيل دو فرانس كذلك مع الدمان. هذا النوع يتواجد في المنطقة الجنوب الشرقي المغربي. وزن النعاج يتراوح بين 65 إلى 75 كيلوغرام، في حين يبلغ وزن الذكور إلى 100 كيلو. هذا باختصار عن هذه السلالات المستوردة في المغرب. أتمنى أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة إليكم أحبائي، فلا تبخلوا علينا باشتراكاتكم وإعجاباتكم ومشاركاتكم مع أصدقائكم. في انتظار فيديو جديد وموضوع جديد. قناة مقدمين في الغربة تتمنى لكم الصحة والسلامة، وإلى موعدنا في الفيديو القادم إن شاء الله.